في اوقات كتيرة بنبقى حاطين لنفسنا اهداف او خطط، وبنبقى مرتبين الدنيا ومبسوطين جدا بيها، ولكن بيبتدي يحصل شوية لخبطة في النص تبوظ لنا كل الخطط اللي احنا عملناها دي، ونلاقي ان احنا مش عارفين نرجع تاني اون تراك، مش عارفين نرجع تاني للطريق اللي احنا كنا راسمينه لنفسنا. وفعلا ده اللي حصل معايا برضو. كنا حاطين بلان مع بعض واضحة وصريحة احنا هنعمل ايه، وكنا متفقين على فيديو كل اسبوع وان احنا ندوكيومنت الجيرني بتاعتنا مع بعض، ولكن حصل شوية لخبطة كده في اول شهر 4، في اول شهر ابريل، خلتنا حتى تاني فيديو على طول اتأخر. بدل ما كان ياخد اسبوع اتأخر، نزل بعدها ب10 ايام. دلوقتي بقى تعالوا نتكلم مع بعض ازاي احنا هنبتدي نرجع تاني نجيت باك اون تراك، ازاي هنرجع تاني للطريق والخطة اللي احنا كنا حاطينها ب4 خطوات فعالة. هي دي اللي هترجعنا تاني بعد انقطاع يعني داخل على 3 شهور، ولكن خلاص هنرجع تاني فيديو كل اسبوع. اول خطوة هنتكلم عنها هي ان انت تبتدي تفهم فين المشكلة، وتفهم انت تقدر تعمل ايه. بمعنى تاني focus on what you can work with، ركز على اللي في ايدك. كان في كتاب قريته اسمه success under stress، النجاح تحت الضغط. بما ان انا دكتور وفي ضغوطات كتير او مشاغل كتير، وكنت مثلا في وقت الكلية بذاكر ومركز في الكلية، وفي نفس الوقت مركز في تراك تاني او في كارير تاني وهو التدريس، والويب سايت بتاعنا thanology.com، ودروس ثانوية عامة واولى وتانية ثانوي. فكان في كذا حاجه بحاول اعملها في نفس الوقت. فالكتاب ده كان حلو جدا، هايلي ريكومندد يعني. ومن ضمن الكونسبتس اللي الكتاب ده كان بيناقشها هي فكره ال 50-50 رول. ايه ال 50-50 رول؟ باختصار احنا نقدر نتحكم في 50%، وفي 50% تانية انا مش بتحكم فيها، دي حياتي. بمعنى تاني، في 50% تحت تحكم او تحت الظروف، بمسمى الظروف او السيركمستانسز اللي حوالينا، حاجات انا مش بتحكم فيها. زي مثلا انا دلوقتي في بيزنس وحصلت مشاكل بيني وبين شريكي، انا مش هقدر اكنترول، مش هقدر اتحكم مثلا في تصرفاته او في افكاره او في مبادئه او his core values، القيم بتاعته. ولكن ده كده ال 50% اللي انا مش هقدر اتحكم فيه. ولكن ال 50% بقى اللي انا اقدر اتحكم فيهم هي ردة فعلي. انا اقدر اتحكم في ازاي هريسبوند للسيركمستانسز دي، ازاي هريسبوند للسيتويشن اللي انا فيها، الظروف اللي انا فيها. علشان كده دايما في 50% انا مش بقدر اتحكم فيهم او اتدخل فيهم، و50% تحت ارادتي، تحت تحكمي، ودول يكمنوا في ردة فعلي للحاجات اللي انا بتعرض ليها. طيب تعالوا نفكر مع بعض. زي ما قلنا مثلا، ولنفترض مشكلة مع شريكنا في الشغل، ولنفترض مثلا مش معايا فلوس دلوقتي، مش معايا كونكشنز، معارف، مش معايا امكانيات. في كذا حد مثلا كان بيسألني هو انت ازاي بدأت الشانل بتاعتك، انت ازاي مثلا بدأت الويب سايت بتاعك. فبقول له يعني بدأت اتعلم وعملت الويب سايت، بدأت اتعلم وعملت اليوتيوب شانل دي، ازاي اعمل فيديوز، اشتغلت، جبت كاميرا، اشتغلت، جبت لايت، جبت ايباد، جبت الحاجات اللي انا محتاجها. يقول لي طب بس انا مش معايا لا ايباد ولا معايا مايك مثلا زي ده، ولا معايا كاميرا، ولا معايا لايتنج جير، مش معايا عدة اضاءة. فقال ماشي، ما انا كمان بدأت بنفس الفكرة دي، بدأت فروم سكراتش، بدأت من الصفر. ما فيش حد فينا بيبدأ وهو معاه كل حاجة، انت بتبدأ وخطوة بخطوة بتبتدي تبني الامباير بتاعتك زي ما بيسموها. ففي 50% انت مش متحكم فيهم، الظروف ان انت مش معاك الحاجات دي كلها، بس ال 50% التانية ان انت عندك القدرة ان انت تبتدي تشتغل علشان تجيب الحاجات دي. فما تفكرش دايما في الحاجات اللي مش معاك، فكر دايما في الحاجات اللي انت تقدر تعملها علشان توصل للحاجة اللي انت عاوزها. دايما حط لنفسك فكرة fixed goals flexible plans، اهداف ثابتة، ولكن الخطط ممكن نعدلها بحيث ان هي تتناسب وتتماشى مع الهدف اللي احنا عاوزين نوصله ده، باختلاف الاحداث اللي بتحصل لنا. احنا اتفقنا مش هنقدر نتحكم في الاحداث دي، ولكن اقدر اتحكم في الريسبونس بتاعي علشان في الاخر اوصل للجول بتاعي. وده ياخدنا لتاني نقطة، وهي ان انت تفكر نفسك بهدفك. يبقى اول حاجة اعرف ايه اللي انت تقدر تتحكم فيه. تاني حاجة فكر نفسك بهدفك. يعني لما الدنيا باظت معانا وانقطعنا مثلا شهرين مش بنعمل فيديوز على الشانل دي، خلاص ما ممكن الواحد ينسى ويقول البروجكت ده باظ او هو مش شغال او ايا كان بقى، ممكن نطلع مبررات كتير. ولكن فكرة ان انت تفكر نفسك بهدفك، وانا ليه اصلا من البداية بدأت البروجكت ده، انا ليه اصلا من البداية مثلا بدأت الشانل دي، انا ليه اصلا من البداية دي دخلت في المشروع ده، او بدأت الدراسة دي، او بدأت الدايت ده، او بدأت اتمرن مثلا واروح الجيم. ما خلي بالك الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده how to get back on track لأي حاجة، مش بس مثلا في الشغل، لدايت، لرياضة، لمذاكرة. دايما انت بتحاول توصل لهدف معين في حاجة من الحاجات دي، تحصل حاجات تعيق وصولك للهدف بتاعك، فبيبقى قدامنا طريق من الاتنين.
يا نستسلم ونمشي يا نحاول تاني. مفيش حد بيفضل ماشي اون تراك زي مثلا القطر اللي هو ماشي اون تراك ما بيحدش لا يمين ولا شمال وما بيحصلوش اي مشاكل ولا اي حاجه، هو ماشي رايح لهدفه على طول. دي ما بتحصلش. دايما هنلاقي ان احنا بناخد مثلا خطوتين لقدام خطوه لورا، خطوتين لقدام ممكن تحصل خطوه لورا، خطوتين لقدام خطوتين لقدام خطوه لورا. اللي عايز اقوله طريقنا مش ستريت على طول، مش مستقيم على طول، لان احنا زي ما اتفقنا في 50% من الظروف الخارجيه انا مش بتحكم فيها. فتاني نقطه، فكر نفسك بهدفك وانت ليه بدات كل ده من البدايه. ده اللي بنسميه الانترنسيك موتيفيشن، وهنتكلم عن الموتيفيشن والديسيبلين، الانضباط النفسي او الداخلي، والدافع او الحماسه. في فرق ما بين الاثنين، وهنتكلم مين فيهم مهم اكتر من التاني. هل احنا بس بنشتغل وقت ما نبقى عندنا الموتيفيشن الدافع ان احنا نشتغل، ولا احنا بنشتغل بالديسيبلين بالانضباط؟ هنتكلم عن الموضوع ده لانه موضوع شيق جدا في فيديو لوحده. ثالث نقطه هي ان احنا نبيلد روتين. ثالث نقطه علشان نرجع للتراك بتاعنا، نرجع للمسار بتاعنا، ان احنا نبتدي نكون روتين يساعدنا في ان احنا نوصل لهدفنا ده. مثلا انا دلوقتي عاوز انزل فيديو كل اسبوع. طيب تعالى نعمل روتين حوالين التارجت ده، حوالين الجول اللي احنا عاوزين نوصل له. هنفترض مثلا ان انا عاوز الفيديو ينزل يوم الاثنين او الثلاث، وانا طبيعه شغلي باخد اجازه جمعه وسبت. خميس هنريح، ناخده اجازه بجد بقى اللي هو بعد الشغل نخرج وننبسط شويه ممكن. يبقى كده عندنا الويك اند بتاعتنا جمعه وسبت. الجمعه هنبتدي نحضر للفيديو ده ونجهز له كويس. يوم السبت الصبح هنصوره، وباقي اليوم نمنتجه بحيث انه ينزل يوم الاثنين او الثلاث. مره ورا الثانيه ورا الثالثه هتلاقي ان انت اتعودت ان انت يوم الخميس بتخرج، يوم الجمعه بتبتدي تحضر وترتب للفيديو بتاعك، تكتب السكريبت بتاعك، يوم السبت انت بتصور وتمنتج، هينزل الفيديو على طول يوم الاثنين. اسبوع ورا التاني ورا التالت زي ما بنقول احنا كوننا عاده بان احنا الويك اند بنشتغل فيها بالطريقه الفلانيه دي علشان نوصل في الاخر للتارجت بتاعنا. طيب تعالى مثلا ناخد اكزامبل تاني. انا مثلا عاوز اروح الجيم بقى واطلع عضلات. ابني روتين حوالين التارجت بتاعك. بمعنى انت عاوز تروح الجيم مثلا ولنفترض 3 مرات في الاسبوع، 4 مرات، 5 مرات. شوف الايام اللي انت فاضي فيها او الايام اللي تناسبك، وحط جدول ثابت ليك تمشي عليه، علشان مع التكرار هتلاقي ان الموضوع بقيت بتعمله بشكل اوتوماتيكلي. زي السواقه، انت ما فيش حد فينا مثلا لو بتسوق مانيوال مش بتقعد تركز مع رجلك الدبرياج والفرامل والفتيس وان انت بتنقل والكلام ده كله، هو بيحصل اوتوماتيكلي. هي نفس الفكره. كل ما خليت الحاجه موجوده بيلتن في حياتك، في يومك، في روتينك اليومي او الاسبوعي، هتلاقي ان انت بتعملها بشكل اوتوماتيك. ده بيريليف ستريس من على دماغك. بيريليف ستريس يعني بيريح دماغك من التفكير في ان احنا المفروض نعمل ايه الخطوه اللي جايه والمفروض نعمل ايه الخطوه اللي جايه. انا مثلا دلوقتي هاجي الويك اند اللي جاي انا عارف انا هعمل ايه. يوم الجمعه هحضر، ويوم الخميس انا بخرج، السبت بقى عندي تصوير ومونتاج واخلص الفيديو وارفعه بحيث انه ينزل يوم الاثنين. خلاص انا بقيت عارف انا هعمل ايه. فبنفس الفكره، كل ما الحاجه كانت انت حاططها في اطار هابت، في اطار عاده، بقيت بتعملها بشكل اوتوماتيكلي، مش هتبتدي تفكر فيها كتير او مش هتبقى مشغول دايما انا المفروض اعمل ايه الفتره اللي جايه او الخطوه اللي جايه. زي ما خدنا اكزامبل الجيم، انت مثلا عندك ولنفترض شغل او دراسه او ايا كان الصبح لحد الساعه 3 4 5، بتروح مثلا تتغدى، تريح شويه، وبعد كده تنزل الجيم الساعه 6. خلاص كل يوم، او لو نفترض ان انت تنزل 3 ايام، فانت عارف مثلا ان حد 4 وجمعه ونفترض انت بتنزل الجيم في مواعيد ثابته الساعه 6، تتغدى وتريح شويه وتنزل. دي بقت الهابت بتاعتك، ان انت تتغدى وتريح شويه وتنزل الجيم، تتغدى وتريح شويه وتنزل الجيم. هتلاقي مع الوقت انت بعد ما تتغدى وتريح شويه انت رتبت شنطه الجيم ونازل من غير ما تفكر. ابني روتين ان انت توصل لهدفك وثبته في حياتك. وعلشان نفهم اكتر قصه الروتينز برضو هنتكلم عنها في فيديو منفصل، لان هي قصه كبيره وحاجه اسمها هابت لوب، ازاي العاده بتاعتنا بتتكون وبتاخد وقت قد ايه علشان تتكون، وازاي ننفولف الهابتس بتاعتنا وان احنا نبني العادات مش ان احنا بنعيش وخلاص. نتكلم عن الكلام ده كله في فيديو منفصل. رابع نقطه بقى هي ان احنا نستيك للهابتس بتاعتنا دي ونستيك للسكيدجول بتاعنا. نستيك يعني نلتزم بيهم. ماشي انا عملت جدول حلو، يعني خلاص اتفقنا مع بعض دلوقتي اهو، خميس هنخرج، الجمعه هنحضر للفيديو كويس قوي، سبت هنصور ونمنتج، وبعد كده ينزل يوم الاثنين. طيب هاجي في اسبوع مثلا هتشغل، او هاجي في اسبوع هكون مكسل، او هاجي في اسبوع مش قادر بقى، الاسبوع كان طويل والمستشفى كانت متعبه واخدت شفتات كتير الاسبوع ده، هيكون في اعذار كتير اكيد هتطلع. ولكن التزامنا وانضباطنا ده اللي بقى بنسميه ديسيبلين، وهنتكلم عنه وعن الفرق بينه وبين الموتيفيشن في فيديو لوحده زي ما قلنا. ان انا بالرغم من كل المشاكل او من كل الاوبستكلز المعيقات اللي هتظهر لي في الطريق، لا انا هلتزم بالجدول اللي انا حطيته والعاده اللي انا عاوز اكونها وابنيها. ولو ما عرفتش اعمل ده بنسبه 100%، يعني مثلا ما عرفتش احضر
هحضر بنسبة 100% يوم الجمعة، اتليست هحضر جزء كبير من الفيديو او جزء من الفيديو واكمله يوم السبت، بس ما استسلمتش وما بوظتش الروتين اللي انا عامله. التزم على قد ما تقدر بالجدول اللي انت حطيته. مثلا الجيم، احنا اتفقنا ان احنا ننزل الجيم الساعه 6 مثلا، اللي هو هنتغدى نريح شويه وننزل. ما قدرتش تنزل، حاسس ان اليوم النهارده كان طويل معاك وان انت تعبت في الشغل مثلا او تعبت في المدرسه او تعبت في ايا كان، اليوم بتاعك كان طويل، هتستسلم، هتقعد تقول اكلت بقى وتقلت، نشرب كوبايه الشاي ونتفرج على التلفزيون، ده الاختيار الاسهل. ولكن ان انت تلتزم بالجدول بتاعك هو ده اللي بيحتاج منك ان انت تكون واعي وحريص على ان انت توصل لهدفك. انت عارف ان دي كده انت بتحاول تهرب، والهروب ده مش هيوصلك للهدف اللي انت عاوزه. فان انت تكون واعي ومخلي بالك وما تستسلمش، حتى لو كان انزل خد تمرينه خفيفه، بس ما تبوظش الروتين بتاعك، لان مره ورا التانية ورا التالتة انت كده بعدت خالص. طبيعي ان احنا ممكن في يوم فعلا ما نقدرش ننزل خالص، بس يوم، مش 2 مش 3 مش 5. يعني احيانا فعلا الظروف اللي هو خلاص انا مسافر مثلا الويك اند دي مش عارف اصور، خلاص طب هعمل ايه؟ مش هروح اصور مثلا في الساحل ولا ايا كان. ففي اوقات الظروف بتبقى غصب عننا مش هنعرف نعمل الحاجه دي، لان زي ما قلنا احنا مش ماشيين زي القطر على تراك ثابت، مش بيجي لا يمين ولا شمال، هو تراك ماشي عليه. احنا الحياه بنتعرض فيها لظروف مختلفه. فلو ما عرفتش تلتزم بالروتين بتاعك بشكل 100%، اتليست اعمله 50 20% 50% 20% على قد ما تقدر. ما عرفتش خالص النهارده مثلا تنزل الجيم او تلتزم بالروتين بتاعك اللي انت عاوز تحطه، تاني يوم حاول توصل ل 100%، تالت يوم حاول توصل 100%. الفكره ان انت ما تستسلمش وتقول خلاص مش هعمل كده. يبقى تعالوا كده نلخص مع بعض ايه الاربع خطوات اللي احنا نمشي عليهم علشان نرجع تاني نجيت باك اون تراك، نرجع تاني للمسار بتاعنا. اول حاجه هي ان احنا نركز على اللي في ايدينا. تاني حاجه هي ان احنا نبتدي نفتكر ايه الهدف بتاعنا من الاول. كان احنا بدأنا البروجكت ده ليه، او بدأنا الدايت ده ليه، او بدأنا نتمرن ليه. تالت حاجة نبتدي نحط روتين او نبني عادة تساعدنا ان احنا نوصل للهدف بتاعنا ده. رابع حاجة نحاول على قد ما نقدر ان احنا نلتزم بالجدول ده، ما عرفناش 100% اتليست 50%. ما عرفتش مثلا تنزل الجيم تاخد تمرينة كاملة، انزل اتمرن تمرينة خفيفة النهاردة، بس حاول تنزل. طب ما عرفتش تنزل خالص النهاردة، يبقى بكرة تنزل بقى. مش ان انت خلاص ما نزلتش النهارده يبقى مش هنزل بكره، يبقى مش هنزل بعده ونبعد خالص. حاول على قد ما تقدر تستيك لل 100%. دول كده الاربع خطوات اللي هنمشي عليهم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتسبسكرايب لينا علشان يوصلك كل جديد. كمان لو عجبك الفيديو ده فهيعجبك الفيديو اللي جاي اللي هنتكلم فيه عن الفرق ما بين الموتيفيشن والديسيبلين، نفهم كل واحد فيهم الفروقات ما بينهم. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.